في أول رد فعل اقتصادي على الحراك السياسي المتسارع في الشارع، عكست البورصة المصرية حالة التفاؤل التي سادت الشارع المصري بعد بيان القوات المسلحة الذي أمهل القوى السياسية 48 ساعة لتلبية مطالب ملايين المتظاهرين، إعلان اعتبره الكثيرون بمثابة ضمانة لوقوف القوات المسلحة بجانب المتظاهرين المطالبين برحيل النظام. فكان التفاؤل عنوان التداول في السوق بتجاوب واضح من المستثمرين وإقبال على الشراء وصعود لكافة مؤشرات السوق. أداء مبشر ممكن لمرحلة جديدة يمكن تشهدها البورصة في الفترة القادمة إن شاء الله. السبب الرئيسي طبعا كنا بنؤكد مرارا وتكرارا ان مفتاح صعود وهبوط البورصه في الفتره السابقه مش ادائها على قد ما هو استقرار الشارع السياسي وانتهاء حاله الضبابيه السياسيه اللي موجوده. الناس كلها نفسها اتفتحت زي ما بيقولوا وبداوا يشتروا وبدا السوق يطلع، لان احنا عارفين برضو ان السوق مرتبط بحاجات كتيره اولها العامل النفسي. البيان اللي القوات المسلحه قالته طمنت الناس شويه وطمنت المستثمرين شويه، وطبعا لسه طبعا حضرتك في قلق بس طمنت الناس لبعض الشيء شويه يعني. ورغم حالة الترقب التي شهدتها البورصة خلال الفترة الماضية وقبيل تظاهرات 30 من يونيو، إلا أن اللافت للنظر برأي الكثيرين هو إقبال المستثمرين الأجانب على الشراء وارتفاع قيم التداولات التي شهدت مستويات متدنية طيلة الجلسات السابقة. كنا متوقعين ان في حاله ان الموضوع يمشي بسلميه هيكون في ارتفاع طفيف او انخفاض طفيف، لكن باحجام تداول قليله، وفي حاله ان يكون في اي اضطرابات هيكون في للاسف انخفاض، لكن اللي حصل كان مش متوقع، وبالتالي فالبورصه ردت برد مش متوقع. وفيما يتوقع البعض استمرار حالة التفاؤل في أوساط المستثمرين مع تأكيد الجيش دعمه للمتظاهرين، إلا أن ثمة مخاوف من ردود فعل غاضبة للنظام الحاكم يخشى الكثيرون أن تتحول إلى أعمال عنف في الشارع المصري. كانت البورصة المصرية إذن بانتظار أي مؤشر إيجابي يحدد ملامح الخارطة السياسية في مصر خلال المرحلة المقبلة، فجاء بيان الجيش ليعيد الثقة إلى المتداولين والمستثمرين ويجعل من التفاؤل عنوان التداول في البورصة المصرية. ياسين الجوهري، CNBC عربية، القاهرة.